حبايبي لما بنيجي نحل مسألة عن الكسور زي كده بنتلخبط أحيانا. ليه؟ مسألة زي دي هتتحل معاك بسهولة جدا. 3 و4 على 5 ناقص 1 و1 على 5 ما فيهاش أي مشكلة. هتطرح العدد الصحيح ناقص العدد الصحيح. 3 ناقص 1 2 والكسر 4 ناقص 1 3 على 5. ما تنساش إن كده كده طالما المقام متوحد فأنا بطرح البسط بس والمقام بينزل زي ما هو. اما المساله دي لما هروح استعجل واقول 3 ناقص 1 2 هقع في مشكله، هضطر امسح اللي انا كاتبه تاني. ليه؟ لان لما هبص على الكسر ده 1 على 5 وده 4 على 5 ما ينفعش اطرح 1 ناقص 4. اعمل ايه؟ اخد من الثلاثه دي 1 يبقى الثلاثه دي هتكون كام؟ هتكون 2. المساله بقت جديده اهو 2. الواحد اللي انا خدته ده هخليه 5 على 5. طب اشمعنى 5 على 5؟ حسب المقام 5 يبقى 5 على 5، المقام 6 يبقى 6 على 6 وهكذا. يبقى الواحد اللي انا خدته اللي هو بيساوي 5 على 5 هضيفه على الواحد على 5 يصبح الكسر الجديد كام؟ يبقى 6 على 5. تاني الواحد الصحيح ده قيمته 5 على 5، المقام مش بيتجمع لكن البسط 5 و1 6 وهنا ناقص 1 و4 على 5. اطلع بقى 2 ناقص 1 يبقى 1 و6 ناقص 4 2 على 5. بس كده.